ازيكم يا جدعان، معاكم احمد سعيد برجو، فيديو جديد ما تاخرناش خالص اهو، وحلقه جديده من سلسله منشنلي امنشلك. ما تيجي نغيرها اخليها منشنلي انزل لك، يعني منشنلي انزل لك. حلوه دي، يعني دي السلسله الوحيده اللي عندي هنا في القناه اللي استمرينا عليها. غالبا ما كل سلسله بعمل منها حلقه واحده وخلاص، شكرا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش بقى، بما اننا مستمرين كده، تنزل تدوس لايك وتشترك في القناه لو انت اول مره تشوف الخلقه اللي قدامك دي. عايزك اهم حاجه بقى من ده كله تفعل زر الجرس عشان نريح حبتين. المنشن بتاعنا النهارده جالي على نفس الناس اللي عملنا عليهم رياكت الفيديو اللي فات، بس يعني بيقول لي الفيديو ده اقوى، فاحنا هنشوف مع بعض وهنقيمه مع بعض الفيديو ده، ويلا بينا. قبل ما نخش على الفيديو ده بس انا عايز اخد جوله في الترند اشوف فيه ايه. انا بس يعني انا عندي تعقيب صغير. بيقول لك اللحظات الاخيره قبل الولاده، ام سليم خايفه تدخل العمليات. طب هي ام سليم يعني كده هي عندها سليم خايفه تدخل العمليات، يعني هي حملت قبل كده، خايفه ليه تخش العمليات؟ هل دي اول مره؟ يعني المفروض على سليم بقى هي خايفه تخش العمليات. هي ردة فعل تقى بنتيجه الثانويه العامه. قشطه. مين تقى؟ مين؟ ايه ده؟ في ايه؟ تجربه مطعم حمدي وفاء حقيقي اتصدمت. ما بالهنا والشفا. وايه مطعم حمدي وفاء ده؟ وليه يعني كرنب حمدي وفاء كل وفسي؟ انا حامل ورد فعل زوجي. رياكشن حليم تحس ان هم غلطوا مع بعض، مش متجوزين، اللي هو حامل، وهي برضو مصدومه نفس الصدمه. انا حامل. هتكون بابا ده بجد. انت بتتكلمي جد؟ ايوه. بص، عصبيه لا طبعا. اي فرحه اب لما بيبقى مراته حامل بيعمل ايه كده بالظبط. كل حاجه فيها حاجات جميله. ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اقول لكم ان انا متوتره جدا وانا بعمل الفيديو ده، وقلقانه. مش عارفه قلقانه من انت حامل من جوزك؟ يعني الف مبروك. اقول ايه. طبعا انتوا قريتوا العنوان بتاع الفيديو وعرفتوا اللي فيها، بس حرفيا انا مش قادره اتكلم ولا اقول اي حاجه، ولا مش قادره عارفة تتكلمي بس قادره نحمل. قادرين نحمل يا جماعه. اقول لحليم حتى ايه. عايزه اقول مش عارفه تقول لحليم حتى ايه؟ قولي له انا حامل. حليم انا حامل. انا اول لما عرفت المفاجاه دي، اول ما عرفتي المفاجاه دي رحتي مصوره فيديو ايه للناس. الف مبروك يا هانم، انت حامل بجد؟ والله. طب يا جماعه، انا النهارده اكتشفت ان انا حامل وانا مش مصدقه. يا استاذ قول لجوزك. بعد الفيديو بقى هبقى اشوف رد فعل. انا مبسوطه جدا 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 بالموضوع ده. وهي بقى المشكله ايه دلوقتي؟ ان 11 دقيقه ونص بتقول فيه انا حامل. انتوا عارفين ده ممكن يبقى حرفيا، بصوا انا هحط لكم تايمر دلوقتي على الشاشه واقول لكم الفيديو ده ممكن يخلص في قد ايه. مبروك يا فندم، انت حامل بجد؟ والله. الله يخليك، الله يكرمك. حليم انا عندي ليك خبر حلو. ايه؟ انا حامل. الف مبروك. ده رد فعلك بس حبيبي. ايه وبكده يا جماعه نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. باي. ايه بقى؟ ايه هنا؟ احنا بنعمل ايه هنا؟ بنتكلم في ايه؟ لو عملت اي حاجه انا قلت افتح الفيديو واعمل لكم الفيديو، والحظ الجميل قوي ان حليم اصلا مش موجود. انا مش عارفه سبحان الله، حليم مش موجود، ده حظ حلو قوي. في قمه سعادتي لدرجه ان انا بجد لدرجه ان انا حامل والله. الموضوع بجد مأثر فيا لدرجه من كتر ما انا مبسوطه حملت والله. بس هي دلوقتي عرفتنا ان الانبساط قوي بيوصل ان هي بتحمل، فيا ريت اي حد بيشوف الفيديو ده ما ينبسطش قوي، عشان لا قدر الله ممكن تحمل. ممكن لو انت راجل برضو، الله اعلم. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت حاسه بالموضوع بقالي مثلا يومين ثلاثه وما كنتش مصدقه. ما كنتش مصدقه خالص لحد ما انا عملت. خلاص يا جماعه، الف مبروك الف مبروك. يعني انا عايز بس اشوف رد فعل حلم. عشان انا تك كمان وعيط. انا انت هتكون بابا. حليمه مش مدرك. يعني هل هي ما رجعتش؟ لو دخلت على جوجل وكتبت ايه اعراض الحمل، هتلاقي اول حاجه هو الغثيان، تاني حاجه بترجع. انا عملت الاختبار ده 3 مرات. ايوه حلم حاسه اهو. الموضوع ده بقالي يومين بجد لما عملت الاختبار 3 مرات. يعني انا ده الثالث لحد ما صدقت خلاص. بجد انت ماسك ايه يا اسطى؟ ده ماسك اختبار الحمل بايده يا حلم. هنا حليم اكتشف بقى خلاص ان هي حامل، فمبسوط. طب مش خلاص بقى مش قدام؟ طب اعملوا مونتاج خلاص، انا شفت. يا تين امي 3 خلاص. ده في حد بيصور، ماما. ده حد بيتحرك بالكاميرا اصلا. طب هو ايه موقفه في الموضوع؟ السيتويشن دي بعد ما تقفلوا الكاميرا هيروح فين؟ هينزل ولا هيعمل ايه؟ طب انا كفايه كده ايه الترند. يعني انا كنت عايز بس اعقب على الفيديو ده. نخش بقى على الفيديو اللي اتعمل لي فيه منشن، وهو بنت البواب الجهله تعاقب اطفال سكان العماره. شوفوا عملت فيهم ايه. الصفحه الرسميه للفنان محمود الجمل اوفيشال بيج. ايه فاهم؟ بابا هتجيب لي امتى تعمل عيد؟
هو نو ون كده قاعدين مع بعض عادي، ابوها مش طايقها، البصه شايفين البصه دي اللي هو يا رب اقتلك، انا نفسي اقتلك وما اخدش فيكي سنه. هو بابا هتجيب لي امتى طقم العيد؟ طب ما كان يعني ده ستتوا الكراسي جنب بعض ورحتوا دخلتوا في الموضوع كده. طقم العيد اتنيلي يا بنت، احنا ايه ناكله اصلا؟ اشمعنى سكان العمارة جايبين يعني؟ بس هنا بقى بينقلك لايه تايتل بتاع الفيديو، ان هم ناس فقراء احنا لاقيين ناكله، فبتقول اشمعنى سكان العماره، مش اشمعنى صحابي في المدرسه، مش اشمعنى بنت خالتي، لا هو سكان العماره. ليه؟ لان ده اللي موجود قدامنا، فاهم؟ ده اللي احنا عايشين معاهم يعني. مش عامله زي امك يا بنت بصاصه، وفك ايد امك دي عشان الرزق يجينا. ايه ده؟ ايه مش ايه ايه اللي فك ايه؟ وفك ايد امك دي عشان الرزق يجينا. هو قال حاجه يعني حاجه مهمه غالبا ليهم، انا مش فاهمها، غالبا قصده على المزراب ده مثلا ان هو بيعمل حاجه عامله زي امك فقر. طبعا هو بيفهمنا ان امها فقر من البدايه كده، عشان اكيد امها هتضيف دور مهم في الفيلم ده، فانت لازم تبقى واعي تماما ان هي فقر. انا عاوزه البس هدوم العيد زيهم يا بابا. ليه هتطلع تلم الزباله هدوم العيد ولا ايه؟ عاوزه ابقى زيهم. الله، هشوف لك اي حد من السكان اشحت لك منه طقم. ايه ده؟ ايه يا الملاف السعد يخرق انت، انا لو بنت اقوم انتحر. طب يابا خلفت امي ليه يابا؟ يابا هو يابا انت فقر شبه امك. تخيل حقوق المرأة لما يشوفوا الفيديو ده هيتعاملوا معاك ازاي؟ والطقم اللي عليكي حلو، هو عاوز ايه تاني؟ يخرب بيتك انت ايه اللي ده خرزة زرقاء قاعدة جنبك. ما تحركيش من هنا. حاضر. ما تقتلها لما ما يجيلكش طقم العيد. طبعا دول سكان العمارة لابسين احلى حاجة عندهم عشان يعدوا من قدام البنت، والبنت تروح بصلهم كده. ليه كده؟ وابوها يجي يقول ده انت فار زي امي. مفيش اطفال بتلعب كده. بصي يا سوكا، ايه رايك في الطقم الجديد اللي بابا جابهولي؟ بصي، هو لسه باباكي ما جابلكيش لبس العيد؟ ايه رايك لسه ما جابليش. ايه رايك يا سوكا في الطقم؟ بصوا اللبس الجميل اللي انت مش عارفه تجيبي زيه يا فقيره، يا اللي بتشحتي مننا، يا اللي فقر زي امك وغوري العيد. وكمان بابا جاب لي خروف. الحق يا سوكا، بابا جاب لي خروف. ده انتم جاب لي طقم جميل. هاجي العب معاكم؟ لا ما ينفعش تلعبي معانا يا سوكا. عشان معكيش كارنيه الطقم الجديد بتاع العيد. لازم لما تجيبي طقم العيد يبقى تعالي العبي معانا. لا وبتكلمها زي سعاد حسني، لا ما ينفعش، لازم لما تجيبي طقم العيد تيجي تلعبي معانا. هنتغاضى عن الخروف، ابوكي موجود. يعني انتوا نازلين تغزوني يعني؟ بصراحه احنا نازلين مخصوص عشان نغزوك يا سوكا. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه ده ايه الصراحه دي؟ طب حد يقول لا اي حاجه. يا سوكا، انت عارفه الخروف ده شبهك بالظبط يا سوكا. الخروف ده كمان شبهي يا ماما يا سوكا. ده ايه العيشه الهباب دي؟ ماشي، يعني انتوا انا افتكرت هتقول ما نازلين تغزوني انا اوريكم اعمل فيكم ايه. بقى عليهم ميه معفنه هتجيب مولوتوف وابوظ لهم هدومهم، مش هينفع. طب هعمل ايه؟ خوفهم بخروف العيد. خروف العيد بتاع استاذ محمود هخوفهم بيه. اوريك. طب استاذ محمود عنده علم بالموضوع ده؟ نازلين تغزوني انا ماشي. انتوا جايين تغزوني انا ماشي. طب هما بيقولوا لي انا شبه الخروف، انا يعني اوريهم الخروف مين اللي هو شبه اوعى الخروف. انطح اللي جابي اوعي. هما خليهم يقولوا هما اللي شبه الخروف مش انا اوريكم ازاي تغزوني بهدوم العيد وتقولوا لي انا اللي شبه الخروف. تخيل والله انا طحها. امنية، غزال، مكة، تعال نعم. تعالى اوريكم هدوم العيد بتاعتي. هدوم العيد ايه؟ هي الهدوم بتتحرك ولا عندها رجلين؟ ما هي باينه برضه من الغطا. هدوم العيد؟ تعالوا اقفوا هنا كده وانا اوريها لكم. ماشي. اهو بقى ورينا بقى. عاوزين تشوفوا هدوم العيد بتاعتي؟ حاضر اهي. ترى شايفين لما يبقى اول مره تشوف خروف في الحقيقه، بس انت معاك خروف لعبه، هم كانوا فاكرين ان الخرفان هو اللي معاهم في ايديهم، لكن ده حاجه غريبه قوي. ايه ده؟ دبدوب ده ولا ايه اللي بيتحرك؟ على شبه الخروف. لا يا سوكا. هو ما بيعملش حاجه، هو عيني في امان الله. ماء. انا اللي شبه الخروف. احنا بنهزر معاكي. انا بترول، انت نرمي ولا ايه؟ بنهزر معاكي.
انا عاوزه اعرف حاجه، انا دلوقتي اللي شبه الخروف ولا انت؟ لا مش انت يا زوكا، والنبي ارفعي ايدك يا غد. انا اللي شبه الخروف ولا انت؟ والله احنا بنضحك عليكم، ما هي اللي قالت لي قولوا. قولي انت اللي شبه الخروف مش انا. انا زي الخروف. امشي روحي. انا ايه العقاب الفشيخ ده؟ قولي انا شبه الخروف. لا مش هقول، وانت اللي شبه الخروف. ايه ده؟ البت عايزه تاخد حقها. البت يا عيني جضه، البت يا عيني جضه منكم، عايزه تاخد حقها، بتقول لك قولي انا شبه الخروف زي ما انت قلت لها انك شبه الخروف. الخروف ياكلي. وعلى فكره انا هقول لبابا عليكي. قولي لبابا انت بتخوفينا، وخليه بابا يضربك ويضرب ابوكي ماشي. ويضرب امك الفقر النكديه. من العماره. هات يا ابوكي، هخلي الخروف ياكل. وشبه الخروف. الخروف ياكل. الخروف انا مال امي. ادوني برسيم. مش انا. هجيب لك الخروف. والنبي عشان خاطر. هجيب لك الخروف. والله لا غالبا. هجيب لك الخروف فين؟ هو في ايه يا ولاد؟ والنبي لا. انت عادي. اجري 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 اطلع اجري. والنبي خلاص، والنبي خلاص. طبعا ده مشهد مؤثر، قطعوا الصوت وحطوا الميوزك بس، وطبعا موسيقى تصويريه بطيئه عشان تتاثر بالمشهد. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ لا اله الا الله. امها اترندرت يعني، بص اتوجدت كده، بص كانت واقفه اتحركت يعني، مش جايه، لا هي نزلت كده واتحركت بعدين. السلام عليكم، في ايه؟ يا ماما ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ البيت ايه؟ هو في ايه؟ بلعب معاه. يعني ايه بتلعبي معاها؟ انتش بتخوفيها البنت بلعب معاها والله، ما عملتش حاجه. يا أمنية ايه؟ في ايه؟ ماما بتقول لي قولي على نفسك اللي انت خروف يا ماما، لو كده خليه ياكلك يا ماما، والنبي يا ماما انا غدني يا ايه ماما. مفيش خروف بياكل، قولي لها كده مبدئيا يعني قبل اي كلام. انا غايبة يا ماما. ايه اللي انت بتعمليه ده يا حمارة؟ بلعب معاه. يا عيني انتوا كلكم جايين عليها. يعني ايه بتلعبي معايا؟ البنت خايفة قوي. طب ما هي قالت لي انت شبه الخروف وانا جبت لها خروف. ايوه انت شبه الخروف، هي لا. انا شبه ده رد، والنبي تردي عليه على واحدة دي. انت عبيطة يا بنت ولا بتستعبطي؟ يا عيني امها مش عايزه تفهم، اللي هو ما حضرتك قالت لي ان انا شبه الخروف، فبقول لها ان هي برضه شبه الخروف، ده رد تردي على واحده قدي. طب انت تجاهلتي مشكلتي دلوقتي، طب انا ليا لنا الله والله. يا ماما النبي والله ما انت قاعدة النهارده، مش هتقعد النهارده في العمارة. كنت بلعب معاه. لا انا دي ابوك بنت، انت كدابة، انت مش بتلعبي معايا. ما بلاش تنادي ابوكي ونادي امك الفقر عشان تيجي تخلص على الليله دي. انت نادي ابوكي يا جبانة. حاضر يا يا عيني مدام. انتوا فشختوا البيت. حاضر يا مدام، انا اديلك ابوك. القرف. ما تضربوها بالنار. انا بنت، انا شبه الخروف. ماء يا سوكا، ماء. لا ده مش واحد نايم، ده واحد مصطبح. بابا مش عارف قايل لي حبتين. كنت بلعب مع أمنية وبهزر معاه، جت امها زعقت له قالت لي لازم تمشي انت وابوكي من هنا. يبقى عملت مصيبه. عارفك زي امك وش هم. الله يخرب بيت امها اللي عامله مشكله دي. طلقت امك ليه؟ عشان عاملين مشاكل مع الدنيا كلها، مع السكان والجيران، وزهقتني. يعني هو طلق امها اصلا. هي فين سوكا لو سمحت؟ يا عيني كل واحد جاب دي ابوه. راحت نازلة. ويعني ما هو لكوا يا جدعان اللي فشخت بنت البواب، هل انتوا اصحاب حق؟ ده انتوا فشختوا البيت. يا بقى عشان انا ناوية امشيهم النهارده من العمارة. في كده بتقول لي عمال تخوفنا بالخروف. بصي البت جايه مرعوبه امال والله. انا اعمل ايه؟ اللي دخلت على صوت بنتي وهي بتصوت، السوكة ماسكة الخروف بتخوفها بيه. ده ايه مش فاهم الجهل انا ده؟ والله. دي واحدة متخلفة. دي واحده جهله بتشبه بناتنا بالخرفان، بس بنات انا يشبهوها بالخرفان احسن. يعني بنت البواب ولا لاقيه لبس عيد، ولا لاقيه صحاب، ولا عارفه تلعب مع حد بسبب ان هي معهاش طقم العيد، وكمان هيمشي يخرب بيوتكم. اهدي يا حبيبتي، اهدي. ما تخافيش يا حبيبتي، انا معاك يا حبيبتي. يا ماما والنبي يا ماما مشيها من العمارة. والله لا خلاص يا مشيها. جماعه ما كانش خروف يا جدعان، ما كانش خروف اللي انتوا شفتوه. بقى انت يا ابني اللي عامل القلق ده كله. ما تخافيش. السلام عليكم. ايه اللي بنتك عملته ده؟ ايش ايه ده؟ في واحد مستخبي ورا، استنى انا لمحته. ايوه اهو اللي اهو بنتك اهو عملته؟ اهو مين ده؟ ده مين؟ عشان يا دوبك كانوا قالوا لها اللي انت مثلا خروف بيهزروا معايا بكره. يعني انت عادي ان هو بناتك تقول لها ان هي شبه الخروف، بس انت متضايقه ان هي قالت لبنتك ان هي شبه الخروف؟ يلا
شفتي عامله زي امك، عتبتك سودا ووشك فقر والله شبه العظيم امك. هو تنمرك على ام البت ده هو اللي جايبك ورا. غور بالهدوم. وانت بواب فاشل. عشان نايم. انت بواب فاشل. يخرب بيوتكم. عيب لما تشبهوها بخروف. ينفع هنا بقى ايه، هنبدا بقى نلوم في بعض ونقول لهم عيب بقى لما تشبهوا بنت البواب اللي احنا طردناهم دول بالخروف، عيب. بس احنا مطلعين عين ابوهم، بس عيب والله العظيم ان انتوا تشبهوها بالخروف. يا سلام. يعني حضرتك تقول لك تنمري عليها ولا تقولي لها انت شبه الخروف والكلام الوحش ده؟ انا اسفه يا ماما، انا مش هعمل كده تاني والله. كده تاني يا ماما. يلا وانتي قولي برضو. لعب في عم ممدوح تعال احنا رجعناك العمارة. الجنيه تاني لا قدام مني. يلا يلا يا امي. ايه ده، هو ما رجعوش عم ممدوح؟ ايه ده هو الفيلم كده خلص. المغزى من الفيلم القصير ده ايه، ان انت ولادك يتنمروا على بنت البواب، بس بنت البواب ما لو اتريقت عليهم ده لا ما ينفعش، فتروح تطردهم وبعد كده تربي عيالك ان ما ينفعش يعملوا كده، ان هم يشبهوا بقى من الاول بنت البواب ده، لان ده اسمه تنمر. بس احنا مشينا البواب اصلا بسبب التنمر بتاعنا في الاول يعني. هو ايه في ايه؟ ايه اللي داير هنا؟ بس ده كان الفيلم اللي معانا النهارده، ما حسيتوش اقوى من اللي فات، بس يعني يطلع منه ماتيريال كتير فشخ. فشكرا على اللي عمل لي منشن على الفيلم ده، ومستني منشناتكم تاني اكتر على فيسبوك، والسلسله دي هتبقى مستمره معانا، او مستمره ولا مستمره مكمله معانا يعني ان شاء الله في القناه دي. اهو اخيرا سلسله معانا كملت للاخر، واشوفكم الفيديو الجاي وباي. السلام عليكم.